إذاعة صغيرة في ساحل العاج توصف بالإسلامية الوطنية، تشغل الناس في كامل أرجاء البلاد، وتبث برامجها على مدار الساعة منذ إنشائها عام 2001. وقد سميت بإذاعة البيان للتعريف بالإسلام وأساسياته وللحفاظ على ثقافة إسلامية لمسلمي ساحل العاج في محيط متعدد الأديان والطوائف. عايش دراجي زار الإذاعة وأعد التقرير التالي. ولدت على فراش الأثير قبل 10 سنوات، وفي كنف ورعاية مسلمي ساحل العاج ترعرعت ذبذباتها. إنها إذاعة البيان، مستمعوها أساسا من المسلمين الذين يشكلون نحو 40% من عدد السكان، ولها جمهور من غير المسلمين نظرا لتنوع برامجها. لدينا مستمعون من غير المسلمين لأن برامجنا ثرية، فلدينا مثلا برامج تتعلق بالثقافة القانونية والصحية والرياضية والثقافية والمنوعات، وكل هذه البرامج تستقطب عددا كبيرا من المستمعين. قاعة التحرير في غرفة صغيرة، لكن القيمين عليها يملكون همة عالية ويعتبرون أنفسهم أصحاب رسالة. للإذاعة موقع على شبكة الإنترنت تعرف المسلمين بدينهم وتكون سببا أيضا في اعتناق الإسلام. يزورنا كثير من الناس ويقولون إنهم عاشوا تجارب ويريدون أن يقصوها علينا، ويقرون بأن الإسلام ليس دينا طائفيا بل عالميا، ومنهم من يقول لك إنه اعتنق الإسلام بفضل إذاعة البيان. يعتبر ساحل العاج بلد التقاء الجاليات في غرب أفريقيا، فلدينا الموريتانيين واللبنانيين والمغربيين والجزائريين، وكل هؤلاء تعتبر إذاعة البيان جسرا لهم. إدارة صغيرة ومهمات أكبر، فالإذاعة تسمع الناس برامجها وتستمع لانشغالاتهم وتكرس التسامح الإسلامي مع الآخر. وليس هناك أي مشاكل مع الآخرين، والمسلمين دائما مسالمين، لأن الإسلام يوصي بهذا، أن المسلم أن تكون سالما، حتى مبدأ السلام التي لما تجي تسلم على الآخر تسلم عليه بالسلام عليكم. تبث عبر أغلب مناطق البلاد، تطمح بتوسيع مساحة البث، كما يطمح القيمون عليها بجعلها قناة تلفزيونية تعرف بالإسلام وتحفظ للمسلمين دينهم. إذاعة صغيرة في مقرها، متواضعة في ميزانيتها، لكنها كبيرة في عملها وأملها، تشيع فقها وفكرا وتبني جسرا بين مختلف الطوائف في البلاد. عياش دراجي، الجزيرة، أبيجان.